فاش كنهضروا على السفاحين غالبا ما كيتبادر الاذهان ديالنا هادوك السفاحين اللي كاينين في اوروبا وامريكا، بحال جاك وزودياك وسفاح ويسكونسن ومن غيرهم. ولكن السفاح اليوم مختلف، نتعرفوا عليه اكثر. تابعوا معايا القصه. صاحب قصه اليوم هو بومهراز، وهو اللقب اللي طلق على دحو سعيد. شكون هو هذا الشخص وشنا هي قصه حياته؟ تولد دحو سعيد في مدينة عين تامشونت في الغرب الجزائري، وهي مدينة ساحلية ما تعرفش التاريخ ديال الولادة ديالو بالضبط. وانتقل لمدينة وهران وهي مدينة ساحلية أيضا وقريبة من مسقط رأسه. عاش سعيد طفولة قاسية. الأب ديالو كان صاحب محل، كان كيقضي النهار ديالو كله في العمل، والأم ديالو كتقول الروايات بأنها كانت مشعوذة. فذاك الوقت كانت انتشرت الكثير من أمور الدجل والشعوذة في الأحياء الفقيرة نظرا لسوء الأحوال المعيشية وانتشار الأمية في هذيك الفترة، كنتيجة لسنوات طويلة من الاستعمار اللي ما خلاش فيها المستعمر سوى الخراب والأمية والخرافات والأمراض في الجزائر. لذا كانت سنوات الستينيات سنوات صعبة على كل الجزائريين، وانتشرت الكثير من الأحياء الفقيرة، واللي عاش بومهراز في إحدى هاد الأحياء. كانت الأم ديال سعيد امرأة قاسية بزاف، كانت كتضربو وكتعنفو ديما في الغياب ديال الأب ديالو، وهو كان كيكره جلسات الشعوذة والسحر اللي كانت كديرها الأم ديالو في المنزل، وكان كيكره حضور الأشخاص الغرباء للبيت. وكتقول الروايات بأن سعيد كان كيكره كل الأمور اللي كتوقع في المنزل ديالهم، وخاصة هذيك الأصوات اللي كديرها الأم ديالو بواسطة المهراز. والمهراز لفظ كيطلق على الهاون في الجزائر. كان هذاك الصوت المفرقع دائما كيدوي بين يدي الأم ديالو أثناء جلسات السحر. كان هذا الصوت ما كيحملوش يعني كان كيضرو في الراس ديالو. بقى سعيد أسير هذا الصوت وتعنيف الأم ديالو والضرب ديالها ليه. وفي واحد النهار شاهد سعيد أمه كتخون الأب ديالو في غيابه، وهذا الأمر تكرر بزاف ديال المرات. واحد المرة كانت كتضربو الأم ديالو وهو يهددها بكشف الخيانة ديالها للأب ديالو، وحاولت أنها تضربو بيد المهراز، لكنه كان هو أسرع وشد من عندها يد المهراز وضربها وقتلها. من بعد هاد الفعلة ديالو هرب سعيد لإحدى الأحياء الفقيرة وتخبى تما، وبعد مدة بدا ممارسة العمل ديالو الجديد وهو القتل. وكانت وسيلته المفضلة طبعا هي يد المهراز الثقيلة. احترف القتل بها لدرجة أنه أصبح يقتل بضربة واحدة. الحقيقة كاينين جوج ديال الروايات حول ضحايا بومهراز. الرواية الأولى كتقول بأن بومهراز بدا كيزور الساحرات والمشعوذات في المنازل ديالهم وكأنه زبون، لكن بمجرد أنه كيدخل وكينفرد بالمشعوذة كينهال عليها بيد المهراز بضربة قاتلة وكيهرب وما كيخليش الآثار. وقيل كذلك أنه استهدف النساء اللواتي كن الزبائن ديال الأم ديالو، وكأنه كينتقم من الأم ديالو ومن ماضيه أيضا. وكان كل ما قتل شي مرة كيقول لها وهي كتلفظ أنفاسها الأخيرة سلمي لي على أمي بزاف. أما الرواية الثانية فكتقول أن بومهراز ما استهدفش المشعوذات، ولكن استهدف النساء اللواتي كيلبسوا مصوغات ذهبية، وكيقوم بالتتبع ديالهم، كيعرف المنزل ديالهم وكيغتنم الفرصة فاش كيتأكد بأنها بوحدها في الدار، وكان كيدعي بأنه موظف بشركة الكهرباء وجا باش يقرا العداد، وكيسمحوا ليه بالدخول. وتما كان كيقتل الضحيه ديالو بيد المهراز وكيسرق الذهب وكيهرب. داك الوقت كانت شركه الكهرباء كترسل الموظفين ديالها للمنازل باش يقراو العداد وتسجيل كميه الاستهلاك.
وكان شائع دخول هؤلاء الموظفين للمنازل لهذا الغرض. وكانت هذه هي الخدعة اللي استعملها بومهراز حسب الروايات. واحد النهار دخل بومهراز لواحد البيت مدعي أنه من شركة الكهرباء، لكن صاحبة البيت سميتها السيدة حيرش، وكانت كتقطن في منطقة تسمى دار الحياة. هاد السيدة لاحظت وجود المهراز، ولأن قصة بومهراز أصبحت شائعة في مدينة وهران في ذاك الوقت، بدات كتغوت وهو يضربها بيد المهراز، فلم تكن دقيقة وحاول باش أنه يهرب، لكن ما كانش سريع بما يكفي، وتجمع أهل الحي وحاولوا باش أنهم يشدوه. قام أحد بائعي الخضار في الحي وسميتو بالقاسم، ورماه بعيار حديدي كيستعملوا يعني لوزن الخضار. صافي هو يضربو، أغمي عليه لتأتي الشرطة وتقبض عليه. هذه هي الرواية المتداولة حول القبض على بومهراز بعد أن قتل 20 امرأة. أما الضحية الأخيرة فقيل أنها نجت وعاشت مدة طويلة حتى توفيت عام 2019، رغم أن هناك من يقول أنها لم تنجو من الضربة وماتت فيما بعد. تم الحكم على بومهراز بالإعدام وقضى سنة في السجن، ثم تم تنفيذ حكم الإعدام عليه رميا بالرصاص عام 1966 في غابة كانستال بوهران. وكانت آخر كلمة قالها قبل تنفيذ الحكم وهي إن شاء الله تسامحني أمي. حتى هنا سالات القصة ديال بومهراز وسالات الحياة ديالو. نتلاقوا في قصة إن شاء الله أخرى مع قضية أخرى ولا مع مجرم آخر.